السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم بوصفة جديدة من وصفات مطبخ أم يارا. النهاردة إن شاء الله هنعمل الآيس كريم ويتش أو ساندويتش الآيس كريم. احنا عندنا الوصفة سهلة وبسيطة جدا، وكمان مقاديرها موجودة عندنا في البيت. بس أهم حاجة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان لو الفيديو عجبكم ياريت تحطولي لايك عليها. ونشوف مع بعضينا الوصفة. معانا كوباية وربع من اللبن، ونص كوباية من كريمة الخفق أو كريمة الحلويات. البديل بتاعها نص كوباية من الكريم شانتيه، ومعانا ربع كوباية سكر بودر، ومعانا نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وثلاث معالق كبيرة من لبن البودرة، وثلاث معالق كبيرة من الجبنة الكريمي أو أي جبنة تانية بتدي طعم جميل جدا وقوام حلو للآيس كريم. واتنين باكت بسكوت شاي أو بسكوت مدارس أو أي بسكوت، أنا مستعملة بسكوت مدارس، وعليه بسكوت لوتس، كام واحدة كده هو من بسكوت لوتس، وهقول لكم هنعمل بيه ايه. في البداية هنجيب صينية باركس مقاس مناسب للبسكوت الايس كريم، وهنحط عليه كيس او ستريتش رول من فوق عشان خاطر لما نيجي نقلب الايس كريم هنحط البسكوت بالقلبة بتاعته. وهتشوف الرصة اللي انا رصاها عشان خاطر تعملي زيها بالظبط، يعني على حسب بقى الصينية اللي انت هتعمليها. اهم حاجة انت تحفظي الرصة كويس خالص عشان تعملي الطبقة التانية من البسكوت زي ما انتوا شايفين كده. بعدين في العجان انا حطيت اللبن وبقية المكونات التانية. اهم حاجة ان انت تحطي لي لايك على الفيديو، وكمان لو لسه ما اشتركتيش في القناة ياريت تشتركي عشان يوصلك كل جديد مني. احنا حطينا المكونات كلها على بعضيها. اول حاجة درجة السرعة بتاعتها هتبقى قليلة شوية، وبعد كده هنزود مع بعضينا لغاية ما القوام يتقل. بس اهم حاجة ان انت تنزلي الجوانب على العجان اللي هي بقية الايس كريم عشان كله يبقى بقوام مناسب. بعدين بتحطي الكريمة الجبنة الكريمي بالطريقة اللي انت شايفاها دي عشان تديها طعم كويس، وكمان تحطي عليها اللبن البودرة. كده احنا هنزود السرعة خالص على اعلى حاجة في العجان عشان يتقل معانا. البسكوت اللوتس اللي هو بديل اللوتس يعني، ده انا جبت كام واحدة ورحت كسرتها زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. انا كسرتها لغاية ما خليتها بالشكل ده، يعني ممكن تخليها يعني خشنة اكتر من كده شوية. وجيت حطيت، انا عايزة طبعا يكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، القوام بتاعها يوصل للشكل ده. يعني بصوا ازاي هي طبعا عشان خاطر الكريم شانتيه انا برضو حطاله يعني بتاع حباية قليلين من المكونات تخليها تتقل اكتر من كده. انا شفته بسكوت اللوتس اهو، انا حطيته عشان يدي طبعا طعم اللوتس، فانا حطيتها معاهم بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي وتقلته بالطريقة دي. هحط الايس كريم بتاعي في الصينية زي ما انتوا شايفين، وهرصه ولازم اسويه كويس جدا. فاكرين بقى الرصة اللي انا قلت لكم عليها ان تحفظوا الاماكن كويس خالص، هتحطوها بعدلة البسكوت مش بالقلبة بتاعتها، بحيث ان انت لما تيجي تمسك البسكوت تلاقي العدلة من تحت ومن فوق. هترصوها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. اهم حاجة تكونوا حافظين المكان عشان يطلع البسكوتة مظبوطة. هي ان شاء الله هتعجبكم جدا، طعمها جميل جدا جدا وسهلة ومفيهاش اي صعوبة. انا غطيتها بالكيس من فوق، وبعد كده دخلتها التلاجة لمدة ساعة واحدة بس، وقطعتها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. في ناس بتعملها من بالليل وتسيبها لغاية الصبح في التلاجة، ده برضو بتبقى حلوة جدا، بتخلي البسكوت يطرى اكتر من كده.
انا قطعتها زي ما انتوا شايفين، وطبعا شلت الزوايد اللي فيها. اهم حاجة يا جماعة متنسوش باللايك لو الفيديو عجبكم، وان شاء الله هيعجبكم لان الطعم الصراحة خرافة جميل جدا. انا جبت معايا شوكولاتة طبعا سيحتها على حمام بخار وطلعتها بالشكل ده، وانا كنت فرشة كيس يعني كده عشان احط عليه الايس كريم زي ما انتوا شايفين، وزينتها بالشكل اللي انتوا شايفينها ده، وبصراحة طلعت جميلة جدا جدا. يا ريت تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. انا عملت كل الكمية اللي عندي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. ارجو الصلاة على النبي في التعليقات يا جماعة. انا عملت كل الكمية اللي عندي زي ما انتوا شايفين، وكمان بقية الايس كريم او بقية الشوكولاتة اللي عندي من الايس كريم انا عاملاها بطريقة حلوة هتشوفوها دلوقتي. ممكن تزينيها باي حاجة تانية لو انتي مش حابة. انا حبيت ان انا اعملها نص شوكولاتة والنص التاني ايس كريم او كريم شانتيه. انا زينتها زي ما انتوا شايفين، ممكن تزينوها باي حاجات تانية انتوا، فورماسيلا مثلا لو حبيتوا تحطوا كمان زبدة اللوتس جميلة جدا في الخلطة من جوه. وطلعت جميلة جدا وطعمها كمان تحفة. اهم حاجة ان انتوا تعملوا لي اشتراك في القناة، اللايك بتاعتكم الجميلة عشان دي بتفرحني جدا. زي ما انتوا شايفين طلعت بالمنظر الجميل ده، والطعم طبعا ملهوش حل. انا بعد ما سبتها على فكرة سبتها كمان ساعة في التلاجة عشان خاطر الشوكولاتة تجمد وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم، وبالهنا والشفا مع مطبخ أمي يارا. السلام عليكم.